كولر ما بقاش كولر. والقصة هنا مش مجرد تعادل الأهلي مع سموحة أو فقدان نقطتين في الدوري، لأن وارد جدا إن النادي الأهلي أو أي نادي في العالم بيفقد نقاط على مدار المشوار اللي هو بيكمل فيه في الموسم. لكن القصة كلها في اختلاف اتيتيود وتصريحات وتصرفات مارسيل كولر ما بين الموسم اللي فات وما بين الموسم الحالي. امبارح اتفاجئت جدا بتصريحات كولر في المؤتمر الصحفي اللي بينتقد فيها او بيهاجم فيها التحكيم في المباراة. ولما تبص على المباراة مش هتلاقي الاخطاء التحكيمية الفجة اللي اثرت على نتيجة المباراة. يعني مفيش مثلا ضربة جزاء ما اتحسبتش للاهلي، او في هدف اتلغى للاهلي وكان صحيح، او في هدف اتحسب لسموحة وكان هدف مش صحيح. يعني مفيش اي اخطاء غيرت نتيجة اللقاء. ممكن في شوية اهدار وقت، وده طبيعي من فريق سموحة وطبيعي من الحارس الهاني سليمان، لكن ده بيحصل في اي مباراة في الدنيا. ده رقم واحد. رقم اتنين، انت يا كولر بتنتقد الفريق المنافس علشان بيدافع، وبتقول ان هو مفيش فريق يقعد يدافع بتسع لاعبين. يعني المنافس عايز يطلع منك بنقطة، وده حقه. هو بيلعب الاهلي، هو بيلعب فريق كبير وعارف امكانياته وعارف قدراته، فمش عايز يفتح الجيم فيشيل خمسة مثلا زي ما شال من الزمالك. انت كمدير فني دورك ان انت تفك الطلاسم الدفاعية دي، وان انت تحل الازمات اللي عند فرقتك علشان تقدر تتغلب على القوة الدفاعية اللي قدامك. طب ما انت كل الماتشات السنة اللي فاتت الفرق قدامك بتلعب دفاع ومع ذلك بتتفوق عليها وبتكسبها. اشمعنى المرة دي بتتكلم عن ده؟ عشان انت اللي فشلت ان انت تخترق الدفاعات دي. فما ينفعش ان انت تلوم المنافس على طريقته، لان انت نفسك بتفكر او بتلعب في بعض الاوقات بطريقه دفاعيه زي ما عملت في مباراه الرجاء السنه اللي فاتت. بعد ما كنت كسبان في الذهاب 2-0 رحت لعبت هناك جيم دفاعي متحفظ جدا، علشان اتعلمت من درس سان داونز لما خسرت 5-2. وقدام سان داونز نفسه السنه دي برضو في الدوري الافريقي في المباراه اللي هناك لعبت جيم دفاعي متحفظ جدا، ولولا التسديده اللي دخلت في الشناوي كنت هتخرج بتعادل سلبي، وده اللي انت كنت عايزه. الجزء الثاني اللي عايز اتكلم عنه ليه علاقه بالتصرفات. امبارح في مباراة سموحة مشجع أهلاوي في المدرجات طبيعي جدا إن هو يكون متضايق إن فرقته مش عارفة تكسب، إن أنت مأخر تغييراتك. بالمناسبة الأهلي كان بيلعب حلو امبارح، بس هي المشكلة كلها عنده في الهجوم، وهنتكلم عن قصة الهجوم دي في نهاية الفيديو. فابتدى ينفعل عليك، ابتدى يقول لك انت ما بتغيرش، فوق اصحى، انت نايم ليه، الكلام اللي احنا شفناه في الفيديو. لكن اللي مش طبيعي ان انت تبدأ توجه اهتمامك ونظرك للمشجع ده وتنسى المباراة وتبدأ ترد عليه وتدخل معاه في خناقة. ده مش طبيعي. انت مدير فني وعارف انك بتنتقد، زي ما الجمهور ده كان بيرفعك للسماء الموسم اللي فات وكان بيتغنى باسمك على طول. طبيعي جدا ان لما الاداء ما يبقاش احسن حاجة والنتائج مش احسن حاجة ان هو يبدأ ينقلب او يبدأ ينتقدك او يبدأ يهاجمك. لكن اللي مش طبيعي ان انت ترد عليه وان انت تدخل معاه سجال كلمة بكلمة، وهو بيتكلم بلغة وانت بتتكلم بلغة تانية ومحدش فيكم فاهم التاني، لكن الشكل كله اتحول لخناقة. فده يبين ان هو مضغوط، وانه ابتدى يبص على شماعات او يبص على اسباب اخفاقات عنده بعيدا عنه هو شخصيا. يعني بيخرج الضغط اللي عليه على امور تانية. اخر حاجة عايز اتكلم عنها هي مشكلة الاهلي الهجومية. الاهلي بيوصل بس ما بيسجلش، وهنا هنقول الجملة الشهيرة اللي الجمهور بيقولها او المديرين الفنيين بيقولوها ساعات: انا بوصل فرقتي للجون انما انا مش هنزل اجيب جون. فبالتالي هي مشكلة لعيبة او كواليتي لعيبة، وده صح جدا بالمناسبة. بس هو مشكلة كواليتي اللعيبة حضرتك برضو المسؤول عنها، لان انت صاحب الاختيارات في فترة الاعداد مين اللي يجي ومين اللي ما يجيش. وحضرتك صاحب القرار الاول في رحيل او الموافقة على رحيل محمد شريف اللي كان هداف الفرقة في اخر 3 سنين، وجبت صلاح محسن وجبت انتوني موديست. فالمفروض ان دول اختياراتك بموافقتك، بل بتوصية منك والحاح منك تحديدا على انتوني موديست. فكانت النتيجة ايه؟ ان لا ده بيسجل ولا ده بيسجل. ده جاب جون كده امام فريق مستأنس دفاعيا، فريق مديام الغاني، وانتوني موديست جاب جونين بعد ما كنت مستني منه يعني انه يطلع نار من بقه. وانت عندك كمان كهربا موقوف في الدوري، واصلا كهربا مش مهاجم، انت موظفه مهاجم والناس ساعتها اشادت بيك. بس انت حليت ازمه السنه اللي فاتت. طب السنه دي عملت انت ايه كمدير فني علشان تحل ازمه الهجوم اللي عندك
واللي انت كنت بتصوت منها من الموسم اللي فات من اهدار الفرص الكتير. خليني اقول لكم احصائيه صغيره تبين لك قد ايه النادي الاهلي بيعاني هجوميا. الاهلي في الموسم اللي فات في مختلف البطولات كل الماتشات اللي لعبها سجل فيها ما عدا 5 مباريات فقط عجز فيهم عن هز شباك المنافسين. منهم مباراتين كانوا في ختام الدوري، وكان الاهلي ساعتها حسم الدوري فكان بيلعب بمثابه تحصيل حاصل، فساعتها ما سجلش قدام بيراميدز وما سجلش قدام المصري. 5 مباريات في كل الماتشات اللي لعبها. الموسم الحالي انت تقريبا ما كملتش 12 13 ماتش، منهم 4 مباريات ما قدرتش تهز شباك المنافس، قدام اتحاد العاصمة، قدام صن داونز ذهابا وإيابا، وامبارح أمام سموحة. في 12 ماتش انت مش عارف تسجل، في 4 ماتشات يعني تقريبا تلت المباريات مش قادر تسجل. فده يوضح لك مدى المعاناة الهجومية والمعاناة على الجانب التهديفي عند النادي الأهلي، والمسؤول عنها الأول والأخير هو مارسيل كولر.